الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعمل variable. تعالوا نعمل مثال مع بعض. عندي هنا في الدارت حاجه اسمها var. وانس ان انت كتبت الكيورد اللي اسمها var، ده معناه ان انا اللي انا هعمله كمان شويه ده يعتبر variable. نسميه نيم مثلا واقول له بين دبل كوتس بيكوال اسلام. اللي انا عملته دلوقتي هو ان انا عملت variable اسمه name. الفاريبل ده لما بقول له ايكوال الداتا ده كده اسمه فاليو، معناه ان كلمه نيم دي شايله الداتا اللي اسمها اسلام اللي هو عباره عن ايه بقى. تعالى كده اقف على النيم هتلاقي طلع لك ان التايب باي ديفولت قال لك ان هو سترينج. طيب هو عرف منين ان هو سترينج؟ هو اوتوماتيك بيعتمد على الداتا اللي داخله على الفاريبل ده. يعني وانس ان انت حطيت الحاجه ما بين دبل كوتس ده معناه ان هو string. تعالوا نعمل كمان variable واسميه age مثلا او العمر واقول له بي ايكوال مثلا وليكن 26. كده انا حطيت value عباره عن integer. لو جيت وقفت على الايدج كده واستنيت شويه هتلاقي طلع لك ان التايب الخاص بالداتا دي هي integer. عرف منين ان هي integer؟ عمل automatic detection، عرف باي ديفولت ان هي integer.